اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. هنعمل النهاردة طريقة القطايف بس بطريقة تانية خالص مختلفة عن كل الطرق. الوقت الأول هنجيب حلة، هنعمل السيرب بتاعها. سيرب القطايف لازم يكون تقيل. أنا ننزل بكوبايتين سكر عليهم كوباية مية وعصرة ليمونة واحطهم على النار اما يغلوا. واجي اطفي على الشربات، اقوم حاطه ظرف فانيليا واقوم شايلاه من على النار. بس وانا بعمل عسل بتاع اللي هو السيرب بتاع القطايف، بنزل بمعلقتين عسل اللي هو عسل النحل. بيتقل الشربات وبيخليه حلو، سمكه تقيل. دلوقتي انا معايا جايبه كيلو قطايف نصين. هنعمل اول نص هنعمله بقى بالنوتيلا، شوكولاتة النوتيلا. انا جايبه برطمان نوتيلا، هحشيها من جوه نوتيلا وهنسقيها في الاخر عسل. في ناس بتحشيها مكسرات، في ناس بتحشيها فول، زبيب، جوز الهند. لا، انا هحشيها نوتيلا المره دي تغيير، وكل الاطفال بيحبوا اللي هي الشوكولاته عامه يعني، فلازم نغير يعني وكده. فانا هحط كده النوتيلا كده في النص، وهحاول ان انا اضغطها كده عشان ما تفكش مني في الزيت. هنعمل التانية اهو، نعمل كام واحدة مع بعض وانا هكمل بقى مع نفسي كده في الاخر. فهعمل نص نوتيلا ونص بالكريمة. انا عاملة الكريمة تبرد على جنب، بعمل النوتيلا هنخش على الكريمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. هنا عملت كام واحدة نوتيلا، ما نحاولش ان احنا نملاها برضو قوي علشان ما تطلعش من الجوانب وكده. واحنا بنحط النوتيلا هنلزقها جامد، ولازم تكون القطايف صابحة. ما ينفعش القطايف تيجي تتحط كام يوم ونشتغل بها، لازم تكون صابحة، لانها تكون صابحة هتسهل معاكي على طول. لما تكون بايتة وكده بتلاقيها بتفرول. فهنا ديت مقطوعة بقى وانا بشد وكده عشان صابحة وكده لازقة في بعضها، فانا وانا بشدها كانت فتحت مني، فحاول ان انا اجمد عليها برضو عشان ما تفكش معايا في الزيت. هنا خلصت الكمية اهو، بوريها لكم. هنا دي الكريمة اللي انا عاملاها، كوبايتين لبن عليهم 4 معالق نشا، بقلبهم على البارد، وبعدين هنزل هقعد اقلب فيها على النار بالمعلقة علشان الكريمة ما تبوش معايا، يعني السمك بتاعها يبقى حلو كده وما تكلكعش معايا. وحطيتها وغطيتها عشان ميبقاش لها وش وكده. هنا بقى دي النص التاني هفتح عليه وهعمل واحدة بواحدة برضك واكمل مع نفسي برضك. واحنا بنحط الكريمة في النص ما نمليش قوي عشان بتطلع مننا. انا جيت طلعت معايا كده، فوتت معايا في الاول كده وطلعت منها الكريمة من الجنب، فحاولت ان انا اظبط بيها بعد كده مرة في مرة بدأت اظبط وكده معايا. فهنا بحاول ان انا اقفلها من الجوانب الاول، وبعدين من النص بقفلها. الكريمة برضك ما انا خانتني برضك المرة دي وزودت اكتر، فما نحاولش ان احنا برضك نزود اكتر، يعني ايه، احنا بنتعلم برضك من اخطائنا. فانا بقفلها من الجوانب واقوم قافلاها من النص. هنا بوريلكم كام واحدة وانا اكمل بقى مع نفسي. هنا بدأت اقللها، بحط ايه، قفلتها من الجنب واقفلها من الجنب، وبرضو يعني ايه بتخني. هنا الزيت غزير، وقمت نازله بقى في طاسه حطيت فيها زيت لما سخن، نزلت بالقطايف. طبعا الزيت فتح الوقت، طبعا هيتغير اللون معايا علشان الشوكولاته، القطايف فيها شوكولاته فهتغير اللون معايا شويه، فمنقلقش نشتغل فيها عادي، مش هيسيب اي حاجه. والعسل كان برد معايا تقيل، سمكه تقيل. انا ما بتحمر هاخدها من هنا احطها في العسل ونسيبها ما بتكملش حاجه، ونطلعها من المصفى نحطها في نحطها تسقط العسل بتاعها، وبعدين نرصصها كده بشكل حلو على الطبق التقديم. هنا كنت نزلت كمية
الكمية اللي هي بالشوكولاتة معايا حطيتها في الزيت كده، احمرت خدت وش معايا. هنا الزيت بدأ يتغير لونه اهو، فما نقلقش ولا حاجة، نشتغل فيه عادي، لاننا احنا هنحط الدور التاني نفس برضو الشوكولاتة اللي هو القطايف بالشوكولاتة. فالصراحة هي الصراحة القطايف بالشوكولاتة تحفة وحكاية، والقطايف بالكريمة حكاية. احنا بنحب نغير عشان اولادنا وكده ما يزهقوش، لازم نغير لهم. فالاطفال ما بيحبوش المكسرات، الجوز الهند والزبيب والفول بيشيلوه ويرموه، فهم عايزين كده، فاحنا نغير لهم برضو اللي هم بيحبوه احنا نعمله كده. نزلت بالدور التاني لغايه ما نخلص الكميه، وكده بوريكم دي اللي هو القطايف بالكريمه. يلا بقى انزلي هاتي قطايف وجربيها بالطريقه ديت، هتعجبك الطريقه ديت، واطفالك هيحبوها جدا. وتغيير شهر رمضان طويل، لازم نغير لهم ونعمل لهم كل حاجه هم عايزينها. اللون بتاعها تحفه جدا، ذهبي. هي مش محروقه، هي ذهبي غامق لان فيها شوكولاته من جوه، فهو ده مدي الشكل اللي هو ايه، ان هي شوكولاته غامقه. الشوكولاته هي اللي مغمقاها شويه كده. بوريكم دي الشوكولاته، والتانية اللي هي دي الشوكولاته، واللي على الجنب التانية ديت اللي انا بوريها لكم ديت دي الكريمه. وهنا الفيديو يكون خلص. يا رب يكون عجبكم وافكاري عجبتكم، وما تنسوش تصلوا على النبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.